نقدم لكم خطبة عيد الفطر المبارك للعام 1446 هجرية مع فضيلة الشيخ والأستاذ آدم حسين جبريل. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن جسومكم على النار لا تقوى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، إن من عظيم نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لإتمام وإكمال عدة رمضان. فيا فوزا ويا بشرى من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن أدرك ليلة القدر. وإن من دواعي الفرحة والسرور أيها المسلمون عباد الله أن يوفق الإنسان لحضور أمثال هذه الاجتماعات، ولا سيما مع فرحة أخرى وكبرى. فالفرحة اليوم عندنا فرحتان: نفرح أولا بإكمال عدة رمضان، أن وفقنا الله واصطفانا الله جل وعلا من بين الناس أن نصوم رمضان وأن نكمل العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه فرحة. فإن للصائم أيها المسلمون فرحتان يفرحهما: يفرح عند فطره أو يفرح بفطره
ويفرح حينما يلقى ربه سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. فيفرح الإنسان أن وفقه الله جل وعلا بأن أكمل هذه العدة، وأن صام الشهر إيمانا واحتسابا، محتسبا الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. ثم فرحة ثانية هي فرحة انتصار قواتنا المسلحة على ميليشيا الدجل الإرهابية، تلكم الميليشيا التي دمرت البلاد وعذبت العباد وأهلكت الحرث والنسل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ناظر إليهم ومترصد لحركاتهم وسكناتهم وما يفعلونه بالمؤمنين المسلمين الأبرياء. ولكن لما طغوا وتجبروا وتجاوزوا حدهم، الله جل وعلا أراهم وأرانا فيهم عجائب قدرته. وقد كانوا من قبل قد اغتروا بقوتهم واغتروا بعدتهم وبعتادهم، حتى أنهم كانوا يصفون أنفسهم بأنهم يأجوج ومأجوج. نسوا أن هنالك رب هو الذي خلق يأجوج ومأجوج. فعلوا ما لم يفعله الأوائل من الظلمة والمفسدين، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أما كانوا أقسموا. يحدثني أحد الأسرى الأبرياء الذين أسروا وأمسك عليهم وقبضوا ظلما في رفاع، قال لي مسكوني وقبضوني، قعدوا هناك في بيت قائدهم الفاسد المفسد الظالم، قعدوه كم يوم، 3 يوم، بعدها جابوه هنا المعتقل العاملينه جنب الطرمبة. قال لي لحد يوم دخول الجيش الصباح كانوا يقلوا فيني ويهينوا فيني وقالوا نحن مستعدين نقاتل قرن من الزمان، ونحن مدني ما غالبانا، ولو دارين نخشها تاني بنخشها. قال وانا قاعد مربع يدي من الساعة 8 وانا قاعد لحد الساعة 3 عصرا منتظر ما يفعل بي. قلت له يا اخوي الساعة 3 عصرا المعركة انتهت، وانتهى ما يسمى بميليشيا الدجل الإرهابية. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. والله وبالله وتالله
ما شككنا يوما في نصر الله عز وجل، ما شككنا أبدا، وما ظننا أن الله لن ينصرنا ولن ينصر قواتنا المسلحة، وما شككنا يوما أبدا في مقدرات قواتنا المسلحة، ولكننا كنا نعلم علما يقينيا أن كل شيء بأجل، أن كل شيء وقت له بميقات. الله جل وعلا قال: وكل شيء عنده بمقدار. كتب ذلك في اللوح المحفوظ أن في اليوم الفلاني بتاريخ كذا وكذا سينتصر الجيش سيحرر أرض السودان، تحرر أرض السودان. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد كما أكثر هؤلاء الفساد. الشجر قد يبس، والطيور عطشت وجاعت، وكل الحيوانات، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. أعجبوا بما عندهم وبمساندة الدول الشريرة لهم، نسوا أن الله مع المؤمنين، نسوا أن الله سينصر المظلومين وسينتصر لهم، نسوا كل ذلك. ولكن لما جاء الميعاد ما أمهلهم الله ولا أخرهم الله طرفة عين، دخلوا بعد وعتاد لا يكاد يوجد لهم بديل، كانت لهم مخصصات ما لم تكن حتى عند القوات المسلحة، جبل من الذهب، جبل عالي، وكل ذلك ما شكروا الله عليه. ويصدق عليهم قول الله جل وعلا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما كانوا منهارين أبدا. فنشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، فاشكروا الله أيها المسلمون، اشكروا الله أن جاءنا العيد بلا جنجويل، ونحن نتذوق حلاوة العيد، وكنا قبل ذلك نعيد ولكن ليست بالحلاوة التي كنا نعرفها، لأننا كنا خائفين، والإنسان يتوقع الموت تحت أي لحظة من اللحظات. فنشكر الله جل وعلا ونفرح بهذا الانتصار العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فاشكروا الله جل وعلا حتى يزيدنا الله مزيدا من الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم شكرنا لقواتنا المسلحة ولكل الذين عاونوها، قد قدموا كل غال ونفيس، ما ظنوا علينا بشيء، سهروا الليالي، جلسوا في الخنادق وحوصروا، ومع ذلك ما كلوا ولا ملوا. شكر الله سعيهم وتقبل جهادهم، فك الله أسراهم وداوى جرحاهم،
ورد مفقوديهم وتقبل موتاهم شهداء عنده في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم بارك لهم في أهلهم وفي أموالهم وأولادهم وذرياتهم. اللهم تقبل منهم. اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم واكلهم بكلئك، واحفظهم بحفظك يا حافظ يا حفيظ. فشكرا شكرا قائدنا البرهان وأركان حربه وكل الذين ساهموا في معركة الكرامة. شكرا لكم، والله وبالله لا نستطيع أن نوفيكم حقكم. القوات المسلحة والمشتركة والقوات النظامية الأخرى والدول المجاورة والدول الصديقة التي عاونتنا وساعدتنا، ولكن حسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا له جزاك الله خيرا. فنقول لكم جزاكم الله خيرا. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء كما قال عليه الصلاة والسلام. فشكرا لكم، وشكرا لكل من وقف وعاون وساعد بماله وبنفسه وبفكره وبرأيه. اسأل الله أن يتقبل من الجميع. فالفرحة فرحتان، فلنفرح أيها المسلمون. مضى رمضان وانقضى رمضان، ولكن رب رمضان لا يزال موجود وحي لا يموت. فرمضان كان مدرسة تربوية فرض الله عز وجل علينا صيامه وقيامه من أجل تطهير النفوس من الأدران ومن كل ما لا يليق بها، ومن أجل أن نسمو بهذه النفوس والأرواح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلنجعل من رمضان مدرسة تربوية نسير على منهاجها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فالعبادة ليست في رمضان فحسب. فبعض الناس أول ما ينقضي رمضان ربما آخر صلاة يصليها يصلي صلاة المغرب في فرشته، خلاص المادة دي ما شالنا بعد. وصلاة العزة يتفلسف يقول لك هي سنة. الحمد لله أنها سنة، وسنة خير المرسلين. لم تكن بدعة ولم تكن أمرا منكرا، وإنما هي سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحيي هذه السنة ولنتأسى برسولنا عليه الصلاة والسلام. فلنشكر الله ولنستمر على طاعة الله، فإن أمة النبي عليه الصلاة والسلام قد خصها الله عز وجل بمواسم الطاعات ومواسم الخيرات ما لم يخص به أمة من الأمم. فانقضى رمضان تدخل بعده 6 من شوال، وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام من صامها فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا نهجر القرآن ولا نهجر المساجد، نستمر على الطاعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، كما قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان يقع من الصائم شيئا من اللغو والرفث وحتى يكون صومه صحيحا رحمة من الله بنا، أمرنا الله جل وعلا بإخراج زكاة الفطر، حتى إن كان شيء من الخلل في صيامنا كانت هذه الزكاة بمثابة التطهير للصائم الذي يقع منه شيء من هذه الأشياء
من اللغو ومن الرفث. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج طعاما وليس مالا، طعاما وليس مالا. أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، وأمر أصحابه أن يخرجوها طعاما، والنقود كانت موجودة في عهدهم ما أخرجوها نقودا. فأولى بنا أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نحترم كل الآراء وكل الفتاوى التي صدرت من الأئمة الأعلام بإخراجها نقدا، ولكن قول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يقدمان على قول وفعل كل أحد كائنا من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فتخرج صاعا من طعام من غالب قوت أهل البلد للصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. والحكمة منها قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، قال طعمة للمساكين، تدخل عليهم الفرحة والسرور بهذا الطعام الذي تطعمهم إياه، ومع ذلك يكون طهرة لك من اللغو والرفث. أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فليحرص من تأخر عن إخراجها اليوم، فليحرص في الأعوام المقبلة إن أمد الله في الآجال أن يخرجها مبكرا محتسبا الأجر والثواب من عند الله. يوم العيد يوم للعفو والتصافي والتسامح، طالما أننا صمنا رمضان من أجل مغفرة الذنوب، ولماذا لا نصافي ولا نسامح من له علينا أو من لنا عليه شيء، أو في صدورنا أو عنده مظلمة؟ لماذا لا نسامحه؟ صمنا رمضان من أجل أن يغفر الله لنا، فلنسامح، فلنصافح، فلنتصافى ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فالدنيا لا تستحق ذلك، الدنيا لا تستحق أن يتخاصم فيها الناس وأن يتدابروا وأن يتقاطعوا، فكلها بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكلنا راحلون ويبقى الأثر فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث بالعفو والتسامح. فلنتسامح ولنتراحم ولنتزاور كذلك بالضوابط الشرعية، بالاستئذان، ونزور أهلنا وجيراننا ومحبينه، نزورهم ونبارك لهم العيد، نبارك لهم العيد. ثم كذلك يوم العيد لا ينبغي أن تجدد فيه الأحزان، وهذان العامان ما من بيت من بيوت السودان إلا وأصيب إما بفقد عزيز أو بفقد مال أو بغير ذلك. عزيز إما مأسور وإما مفقود وإما مقتول، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن تجدد الأحزان، لا ينبغي أن تجدد الأحزان في يوم العيد. الفقد مؤلم جدا، ولكن هي سنة الله جل وعلا. نحن تجري فينا وعلينا أقدار الله جل وعلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس بأيدينا شيء
وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نجدد الأحزان أيتها الأخوات والأمهات، فلنصبر ونثقل ألسنتنا بالدعاء وبذكر الله سبحانه وتعالى، ونكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. من فقدناه نسأل الله إن كان متوفيا أن يرحمه الله، وإن كان مفقودا أن يرده الله، وإن كان مأسورا أن يفك الله أسره، وهكذا نتقي الله جل وعلا ونبتعد عن المعاصي، خاصة الأخوات والأمهات. اتقين الله جل وعلا، لا تجددن الأحزان، ابتعدنا عن السفور والتبرج ومعصية الله جل وعلا. فلا ينبغي لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا خوفا من النار أن يستقبل عيده بمعصية الله، أن يستقبل عيده بمعصية الله، وقد كان في رمضان يحرص أيما حرص أن يبتعد عن معصية الله. الماء أمامه والطعام أمامه وليس معه أحد، ولكن خوفا من الله لا يتناول، حتى وإن كان يتوضأ. كثير من الناس يقول لك والله أنا بتوضأ والموية دخلت حلقي، الحكم شنو؟ ده كله ليه؟ خوفا من الله جل وعلا أن لا يكون قد أفطر وهو لا يدري أصومه مقبول أم غير مقبول. حتى الذي يأكل ويشرب ناسيا يأتي ويستفتي، مع أن الناس لا شيء عليه. من أكل أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلنستفد من هذه المدرسة التربوية أيها المسلمون، ولنجدد العهد مع الله جل وعلا بالتوبة، أن نتوب إلى الله. رأيتم هذه النعمة، نعمة الأمن، وهي من أعظم النعم، فلا ينبغي أن نستقبل هذه النعمة بمعصية الله وبالعودة إلى ما كنا عليه من قبل. هذه مصيبة كبرى، أعظم آية، أعظم عتاب عاتب الله جل وعلا به المؤمنين، كما قال الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى معاتبا المؤمنين، قال ثم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بعدما أرانا الله جل وعلا ما نحب من نصر قواتنا المسلحة ومن بسط الأمن والأمان، أن نعصي الله، أن نقابل الله بالمعاصي، هذا والله لا ينبغي، هذا لا ينبغي. فلنشكر الله سبحانه وتعالى ولنتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وإن عدتم عدنا، لا نعود إلى المعاصي، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يغلبه شيء. إن عدنا إلى المعاصي الله جل وعلا قادر أن يسلط علينا أعظم مما سلط علينا، أوليس كذلك؟ ولذلك التوبة أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من سنن العيد أن من أتى بطريق عليه أن يخالف الطريق في الرجعة. لماذا؟ حتى تشهد الطرقات، حتى تشهد الطرقات هذه الفرحة. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا أتيت بطريق إلى المصلى ارجع بطريق آخر، ارجع بطريق آخر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب وحده. الأمر محتاج منا إلى شكر
إلى شكر لله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا وفي ديارنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بخير فاجعل الخير واجريه على يديه، ومن أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل لقواتنا المسلحة ولمن عاونها، ولإخواننا المستضعفين في فلسطين وإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم هلاكا ودمارا وتشريدا وعذابا للدعم السريع ولليهود والنصارى ولكل عدو للدين ولكل من عاونهم. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فكن لهم يا ربنا بالمرصاد وصب عليهم صوت عذاب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وصراحة فعلا فقدنا في هذا المسجد الأخ محمد سليمان الذي كان مهتما بأمر هذا المسجد. والله متذكر إني أدعو له ولكن نسيت. جزاك الله خيرا. محمد سليمان له قدم سبق وله بصمات واضحة في هذا المسجد، وهو رئيس لجنة هذا المسجد. نسأل الله جل وعلا أن يفك أسره وأن يرده سالما معافى عاجلا غير آجل وكل مأسور. جبل أولياء في منه صورة، هو في جبل أولياء. الحمد لله إنه لقينا خبره. أنا والله كنت أكون أتابع كل ما ألقى قائمة بتاعت مأسورين، سواء كانت زايعنا ولا كانت مكتوبة، كل مرة أتابع وأتابع. نسأل الله أن يرده سالما ومعافى وكل مأسور وكل مفقود. ولا ننسى الشيخ محمد يوسف الله يرحمه. السلام عليكم. الله بخير يا اخي. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيب يا اخي. كثر خيرك. السلام عليكم. طيبين. نعم طيب. يا والدي ان شاء الله ان شاء الله. نعود الايام. الله يسلمك. بعد خير طيب.
طيب يا بارك الله فيك، الله يسلمك. والله من كل اعمال شغاله. الحمد لله. السلام عليكم. طيب الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يكرمك. ما جاب صح. بارك الله فيك. الحمد لله. أفضل الله يدعمكم وأنا على أمان. بارك الله فيك، الله يسلمك. الله كويس، بارك الله فيك. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. كلها على سنة. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيك. كيف حالكم؟ هاي كلمني اسمي نفسي. لكن ظهر بس كلمني قبل ما أجي السنة الله كان أكلم السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. والله كويس، بارك الله فيك. الله يسلمك. الحمد لله. كيف تمام؟ الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك.